تخيل كنت قاعدة أسوي على أساس الفيديو، وطلع أنا مو قاعد يصور وما فيني حيل أبدا أعيد كل شيء. فإيش الموضوع كالتالي، إنه الأب جاء وطلق، وبعدين حيتفاهمون في المحاكم. طبعا في بنت هذه ودت هذه مع، يعني راحوا مع بعض. هذه ودتها، يعني هذه أخذت هذه للبيت. وطبعا هذه جمعت الفلوس نفس ما شفت في الحلقة الثالثة. نامي يا حلوة انتي، رح تنامي هنا، نسوي لك أحلى عملية شاهدي التلفين. أقولش والله حرام، أحس ترى ما أبغى تكون فاضية للعملية. شوفي هالنلبس شلون أبغى مرش نلبس معها، شوفي نلبس عملية. تعرفين إن نفس المكان اللي انتي جالسة فيه أنا ولدت شهنة حلفة ولا يا دي أنا بولد لا. لا يا الحلتيتة، ما رايقة بلها أكل في الحلتيتة. دكتور اسمع، نحب أجيب لها أكل. ليش إن شاء الله أوصل بنت جوعانة وما واكلة شيء. استغفر الله، سمنتوا وش مسويين بها. أنا بروح أنقلها، أنتم مدخنة. الله لنا كيوت. أشوف طيارة ما أسوي أي. شو نجيب لها بعد؟ نجيب لها تشوب تشيت، ونجيب لها هوبس عشان تاكل معجنات معجونات. ندخل هذه الفرن وتنقيلي أحلى زهرة، فراشي نقيلي زهرات الباري الشقرة وعيشونات. استشغل الميكروويف. ويا داني يا داني وعايز بحلالي، داني يا داني وعايز طنطناني. أخي أنا أكون جاهزة ولا جاهزة؟ شكل الشهية يفتح الشهية. لو أنت مو جوعان يجوعك. بخر مني، عقم يدك المتلفظة. وبنتي شوفي، جبنا لك لحم، جبنا لك بوتيتو، جبنا لك سبانيخ، جبنا لك كب كيك. يلا وكلي والله العظيم ترى ما نسويش عملية. بعد ما أكلت البنت، طبعا واضح ما قدرت تاكل. بعد ما انتهت من الأكل الفتاة قامت تشرب البرتقال، عصير برتقال. ذهبت لشرب البرتقال وأكلت بعض الخبز الفرنسي. وللأسف حان وقت عمليتها. باي ماما، قلبي. توصلنا العملية. هدي تعالي قسينا، تعالي هنا قصي في الانتظار. في قهوة. يب هاتوا المدام قهوة. يلا تفضلي. روقي حبيبتي شرب القهوة وعيني
ولو نجحت العملية بتبعدي من زوجك وبتطلقي وتفتكي منه. هو ذا اللي زعلانة منه، هو ذا اللي مزعلني. بنتي صغيرة واجد. معليش انتي بس هنا وهدي وعيني خير، يمكن بالعكس حياة بنتش تتحسن أكثر. وانقص صدوم لو سمحت ممكن تسكت؟ بس قصة. هي خلصت القهوة وقصة. مبارك، ايش بنتي ولدت؟ ولد ولا بنت؟ نجحت العملية. نجحت، هي نجحت. جزاك الله خير. أنا راح أشوفها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نجحت العملية، نجحت العملية صح، وقلب بنتي فرحانة بالعملية. الحمد لله نجحت العملية. روحي انتي قلبي قلبي، فرحي أكثر وأكثر. حياتي انتي يعطيني حضن. تو انتي بترقدي هنا في المستشفى. وتو انتي بترقدي هنا. تو نحن بنروح ونرجع. تمام، يلا تفرجوا على الفيلم. والآن حان وقت المحكمة. سمعي بس تجيب سيارة معنا عشان ايش؟ توكي سمعي، أول شي انتي ما عنديش فلوس أصلا عشان تغير مكان البيت، ما عنديش فلوس تشتري بيت ثاني. يعني البيت بيكون من نصيبش بإذن الله، ولك خلي إن شاء الله ينبح 10 مرات. البيت لمين؟ ليش انتي يعني السلام عليكم. معاش الحاكمة أو المحاكمة هذا القاضية. إيش تبكي؟ أنت سامع الموضوع صح؟ مع شو؟ في أول وأكبر شهود إحنا موجودين. هذا صوت توبي. لو سمحت ممكن تفهمنا إيش اللي صار؟ أول شي بنتنا ما فيها إلا العافية، وبس صار لها موقف بسيط واحتاجوا 10 حياة. وطبعا المستشفى هذاك نصاب بنتنا ما فيها إلا العافية، تنط أصلا، وبنتنا تبكي. يعطوها لقاحات أو أبرات تزيد مرضها اللي مو موجود أصلا. أشياء مرة. وانتي احنا كنا قاعدين في مطعم، بنتي صدمتها سيارة. كانت بنتي تتعرض من مشاكل في المدرسة يتنمرون عليها، بعدين صدمتها السيارة. طلع لنا بالصوت بالمول انه في كيف اقولك انه في احد صدم بنت، واللي صدم البنت ما نعرف من هو. وللأسف بنتي مو ماتت بس أغمى عليها، ورحنا حتى هو كان معانا بالمستشفى، وكان يشوف بنتنا كيف ينزل منها دم. للأسف الشديد هو قرر يصير أب نرجسي، وأنا الوحيدة اللي اشتغلت وبعت آيس كريم بس عشان أجيب 10,000 ريال عشان أعالج بنتي فيها، وهذا بكل سهولة يبغى يطلقني بس عشان 10,000 البنتنا. شوف النرجسية. وأنا أشهد بهذا الكلام حتى لدرجة أنه يجينا بالمستشفى ويخرب علينا
وإنه كيف أقول لك، إنه قاعد ي- يراقبنا، يلحقنا وين ما كنا، ويقعد يضر فينا، يضرنا بأبشع الطرق. يعني تخيلي إنه يجي يلحقنا وإحنا قاعدين نستنى بنتي عشان نسوي العملية بالمستشفى عشان بنتها، يجي يفصل الموضوع ويخرب. والحين بنتنا، البنت حقتنا الحين حتضطر إنها تبعد عن أبوها بسبب أبوها النرجسي. الحين أنت معك شهود؟ لا، أنتي معك شهود؟ عندي كثير. الدكاترة اللي هناك كلهم شهود ويشهد الله. أنا أشهد، أنا أشهد، وأنا أشهد. في أحد ثاني كمان يشهد؟ أتوقع أيوة. طيب أنا أشهد، أنا أشهد، لازم كلهم يشهدون. طيب الحكم سوف يسجن هذا الرجل بسبب آه عدم إنقاذ البنت، وكأنه قتل نفس. أب بدون حنية ولا حنان ولا جلال ولا كنان. يلا اطلع برا. تبغى تتوقعين على هذه الورقة؟ مع السلامة، مع السلامة. وبعد مرور أيام، سبحان الله، تغيرت الأحوال وأصبحوا أغنياء. سبحان الله، شاءت الأقدار بعد المشاكل التي صارت أن العائلة تصبح غنية وتكون صداقات كثيرة وكبيرة. أي فستان ألبس لا أسود؟ لا. طيب ألبس هذه؟ لا مو حلوة. ألبس هذه نفس حقة الماما. ألبس لا أحمر. لا خلينا نشوف شي ثاني بنفس وجهي. أيوة هذه. ألبس هذه وخلي ماما تلبس هذا، وخلي زوج ماما يلبس هذا. مرة حماس. ماما، عمي، أنا جاهزة، أنت تجهزوا هذه الفساتين لكم. بإذن الله موافقين، بإذن الله موافقين. خليني أنا أقعد هنا وأغني أرقص. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين وأنا غيرك في بالي. إيش رايك ألبس هذه؟ وأنا بلبس هذه. حبيبي يا نور العين دمتنز. يا الله حماس مرة. خليني أجهز العصائر. خليني أجيب الصحن وأحط فيه العصائر. ديك المفروض عاد شي بتموت. طيب اقعدي هناك لأن العريس الحين بيجي. يلا روح جيب لها الورد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. عليكم السلام. هاتبت من التنمر.
أحميك.